السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. مع الأسف ما زال الشيخ سالم الطويل يتفنن بالردود العشوائية التي تخلو تماما من أي مسلك علمي، بل أنا أدعي وسأثبت ادعائي أن باعث هذه الردود الأول هو الغيرة والشخصانية. الطامة أين؟ عندما ادعى أبو سعد وقال أن الشيخ مطلق الجاسر عندما قام بأحد دوراته قام بجلب الدكتور سامي عامري، ثم ذكر تغريدة للدكتور سامي عامري يقول فيها أنه لا بيعة له للحكام. وأرجو أن لا يكون الدكتور مطلق الجاسم من ضمن المجموعة نفسها، لأني رأيت إعلانا نشر قبل سنوات من مركزه، مركز بينات، شارك فيها كل من عبد الله العجيري وسامي عامري، ويمكننا أن نعرف منهج سامي عامري من خلال تغريدته التي قال فيها: بعض الأخوة يظن أني أدعو إلى الخروج على الحكام، وهذا غير صحيح، لأن الخروج بالمعنى الذي نهت عنه الأحاديث لا يكون إلا بعد دخول، وأنا لا أرى لهؤلاء بيعة أصلا، لأن البيعة لا تكون إلا على الكتاب والسنة فقط، فمن بويع على القانون الوضعي وحده أو على شيء من الشريعة وشيء من القانون الوضعي فلا بيعة له في دين الله. والله إني لا أتعجب كيف يستضاف من هذا قوله لدورة مكثفة يجمع له الشباب والشابات. تدرون أين المصيبة الصغرى؟ أن هذه التغريدة كتبها الدكتور سامي عامري بعد دورة صناع المحاور بقرابة سنة تقريبا، وسالم الطويل يحاكم الشيخ مطلق على فعل قام به الدكتور سامي في المستقبل. الطامة الكبرى أين؟ هل تعلمون، وأنا أتحدى أن يأتي شخص وينكر كلامي، أن سالم الطويل كان يعلم مسبقا أن تغريدة الدكتور سامي كانت بعد أن أتى إلى دورة صناع المحاور وليس قبل، بل إن سالم الطويل تعهد بعدم نشر هذا المقطع بسبب هذا الخطأ الفاضح، ولكن سبحان الله غلبه الهوى فقام بنشره. يعني أنت تدري أنهم جابوه قبل التغريدة وتقوم بعمل مقطع يلبس على الناس ويظنون أنه قد كتب هذا الكلام قبل أن يأتي، وبعدها تعمل لك مخرج صغير وتقول أرجو ألا تكون منهم. هل فاتك يا أبا سعد حديث أم المؤمنين عائشة عندما قالت أن أبغض الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الكذب؟ طيب، على نفس المنهج سأتعامل مع الشيخ سالم وأقول لك يا شيخ، من هم التكفيريون عندك؟ أنت كررت أكثر من مرة هم من يكفرون الحكام. طيب، لنستمع إلى كلام شيخك ربيع المدخلي الذي قلت عنه كاد ربيع أن يكون بدريا، يعني باقي له شوي ويصير من أهل بدر، مو صحابي، لا كان بيصير من أهل بدر. نسمع كلام الشيخ ربيع في الحكام. كل حكام بلاد الإسلام الآن إما رافضي، إما باطني، إما علماني، كلهم لا عقيدة ولا شريعة. الشيخ الجامي، أظن أنت من أكثر الناس اللي دافع عن الشيخ الجامي. نسمع أحد آرائه في الحكام فقال بوجوب تكوين جبهة ضغط أمام هؤلاء الطواغيت حتى تتراجع عن هذا الفعل، وقال ولكن بالحكمة دون أن تتفوهوا بالسب والشتم، يعني اعتقدوا أنهم طواغيت لكن لا تتفوهوا بذلك. بل يكونون جبهة إسلامية معارضة للبرلمانات والديمقراطية وجميع هذه العناوين الجاهلية، جبهة إسلامية معارضة لسياسات تلك الدول. ثم إن هذه الجبهة لا تستعمل الشتائم والسب والتكفير، لا تقول الطواغيت، ليس هذا أسلوب الإصلاح، مع اعترافنا بأن من يحكم بغير ما أنزل الله من الطواغيت. الشيخ مقبل الوادعي اللي أنت بنفسك نعته بنموذج الدعوة السلفية، ولا يخفى على أحد كلام الشيخ مقبل الوادعي بالحكام دون استثناء، وقال أنهم مجرد أذناب لروسيا وأمريكا، وقال أنهم ليسوا أهلا لحكم المسلمين، وأنهم عملاء لأعداء الإسلام. بل إن الشيخ مقبل من أشهر العلماء الذين عرفوا بتجويز الإنكار العلني على الحكام. وأخيرا سأختم بصاحبك وخليلك الرئيس الذي طعن بالحكام ومنهم حاكم البلاد، ولم تتفوه يا شيخ سالم بحرف. والدول اللي حولك كلها ما فيها ولا حاكم يقوم بالتوحيد ولا حاكم يقيم بالتوحيد، يلا علموني اي حاكم. الكويت جزاه الله خير تاركم، اللي بيشرح التوراه شرحها والانجيل شرحها وكتاب التوحيد شرحها، ديمقراطيه. والامارات مثل ما قلت قبل شوي، نسال الله يوفقهم ان شاء الله احسن من اول. البحرين نفس الشيء، عمان باضيه هالك الله يهلكهم ويهديهم. طيب، ما الدليل على كلامي لما قلت في بداية المقطع أن الباعث لردود الشيخ سالم يغلب عليها الجانب الشخصي أكثر من الشرعي؟ بينت لكم قبل قليل أن الشيخ سالم غلا فيه الشيخ ربيع المدخلي إلى أن قال أنه كاد أن يكون بدريا، وبينت لكم قبل قليل أن الشيخ ربيع له كلام خطير في تكفير الحكام. هل تعلمون أن الشيخ سالم لما سمع هذا الكلام لم يتحرك ولم ينتقد ولم ينكر؟ لكن السؤال، متى رد الشيخ سالم على الشيخ ربيع وانقلب عليه؟ لما قام الشيخ ربيع بتجريح الشيخ سالم والتكلم فيه. هنا الشيخ سالم سطر المقالات في الرد على الشيخ ربيع، بل وكان ظاهرها التبديع له بأنه أتى بمنهج ليس بمنهج العلماء، وأنه سبب تفريق المسلمين والتعصب والحزازيات إلى آخره من المقالة الطويلة، فتحول من بدري إلى حزبي. فسبحان الله، عندما طعن الشيخ ربيع بالحكام لم يتكلم الشيخ سالم، لما طعن به تكلم. كذلك مع الرئيس،
طعن بحاكم بلده ما تكلم، أما مع غيره على الشبهة يرد عليهم. طيب لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ فقد اتضح في الفترة الأخيرة أن منهج الشيخ سالم مع الحكام قد تغير. من يرى كلام الشيخ سالم سابقا في موضوع الحكام كان يرى عدم الإنكار نهائيا علنا والنصيحة بالسر دائما، ولكن في الفترة الأخيرة كشف عن معتقد جديد ونص صراحة وقال أنه يجوز الإنكار العلني إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. إذا كان في مصلحة ترد وتبين خطأ أمنياتكم اللي تتمنونها رد. وفي مقالة أخرى لما تكلم على حاكم تركيا علنا: وليس على مذهبنا حتى نعادي ونوالي من أجله، وخطابي هذا ليس نصيحة لأردوغان حتى يقال لماذا لم تنصحوا سرا، وليس خطابا للأتراك حتى يقال لماذا تهيد رعيته ضده. ما مفهوم هذا الكلام؟ إذا كنت لست من رعية الحاكم فما عندك مشكلة تتكلم فيه. إذا اليوم تبي تتكلم عن حاكم تكلم عنه بس لا تخليها نصيحة، عادي بين مساوئه بس مو على نصيحة. النصيحة ما يجوز إلا بالسر، لكن لما تتكلم كلام عام مو خطاب موجه للحاكم نفسه ما في مشكلة. فبالله عليكم هذه القواعد أليست هي نفس القواعد التي ينكرها الشيخ سالم على غيره ويسميها بقواعد السرورية؟ ومع هذا الشيخ سالم تغير، ما كان يقول هذا الكلام سابقا. والحمد لله عقيدة الشيخ مطلق في هذه المسائل واضحة وصريحة، وهذا مقطع للشيخ مطلق يتكلم فيه بنفسه عن هذه المسألة.